اللي في الصورة قدامكم ده اسمه محمود السيد، وشهرته حوض القط. محمود من محافظة الاسكندرية وتحديدا من شارع الترعة. اللي حصل لمحمود حاجة بجد تحسر وتحزن، لانه اتقتل بطريقة بشعة. كل ده بسبب ما يستدعيش ان الموضوع يوصل لكده ويتطور لكده. ايه بقى اللي حصل لمحمود؟ يلا بينا عشان احكي لك، بس يا ريت تعمل لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لغيرك ويسمعه، ولان اللايك بتاعك بيساعد ان الفيديو ينتشر لكل الناس. ويلا بينا عشان احكي لكم بالتفاصيل في اصل الجريمه ايه اللي حصل. الوقت اللي بحكي لكم فيه الفيديو دوت محمود كده بقاله سنتين للاسف الشديد ميت. محمود اللي عياله اتيتموا بسبب عيل صغير عنده 17 سنه. عياله اللي قدامكم في الصوره معايا دول بنت عندها 3 سنين وطفل عيل صغير يعني لسه ما يعرفش حتى غير كلمه بابا. اتيتموا عشان خاطر عيل صغير عنده 17 سنه عارف ان هو بيخضع لقانون الطفل. القانون انا بقول يا رب وبتمنى من كل قلبي ان هو يتعدل، ان اي حد بيغلط غلطات زي دي يتحاكم على قد الغلطه اللي بيعملها. ايه بقى اللي حصل لمحمود؟ انا عملت فيديو قبل كده من كام يوم على اللي حصل له بالظبط، بس انا جاي اعدي بس شويه حاجات كده عشان خاطر انا اتلخبطت في الاسم بتاعه واتلخبطت في حاجات تانية، فانا جاي اعدل بس الموضوع. محمود المفروض ان هو كان مشتري حصان، برضو زي ما بقول اهوت حصان وخروف، وده اللي مكتوب في المحضر بتاعه ان هو كان مشتري حصان وخروف من ناس، وقال لهم ان هو هيديهم فلوس واداهم نص الفلوس والنص التاني قال لهم هبدلكم بعدين. بس هو اتكعبل شويه او اتضغط شويه طبعا بسبب المسؤوليه وكده، فهو ما قدرش يديهم الفلوس مثلا على الوعد اللي هو قالها. بس ده ما يستدعيش ان انا اروح اقتل واحد، ما احنا ياما بندي ناس فلوس وبندي ده وبندي ده، بس مش لدرجه ان انا اروح اخلص عليه. المهم راحوا لاخوه قبل الفطار، لان الموضوع ده كان في رمضان في شهر رمضان. راحوا لاخوه اللي هو بيفرش بخضار على اول الشارع على الامه، وقالوا له ان هم هيجوا بعد الفطار يعني عشان خاطر هيقلبوها جنازه. طبعا محمود ما كانش يعرف الكلام دوت، وكمان يعني الموضوع يعني مش مستاهل. فطبعا كان في الوقت دوت بيفطر عند اخته في شارع الترعه، ونازل بالصدفه كده ساعه صلاه التراويح من البيت. فاجئ ان في ناس داخله عليه زي ما انتم شايفين كده، بس طبعا مش هينفع اعرض الفيديو برضو زي ما قلت لكم عشان خاطر الفيديو ما ياخدش حظر. زي ما انتم شايفين كده داخلين عليه، مسكوا فيه. طبعا هو قبل ما يطلع اصلا كان في واحد داخل عليه جوه في داخله البيت اسمه خالد المبري اللي قدامكم في الصوره ده، ضربوه في ايده كده بالسكينه. وبعد كده دخل التاني الولد الصغير اللي عنده 17 سنه اللي اسمه سعيد حماده او سعيد